أفضل 10 مسلسلات قصيرة مصرية جديدة في 2025. النهاردة هشارك معاكم قائمة بتضم 10 مسلسلات قصيرة مصرية جديدة صدرت في 2025 ويستحقوا إن أنت تشوفهم، ده بفضل قصصهم القوية والمميزة اللي بتغطي تقريبا أغلب التصنيفات الدراما المصرية. بس في البداية برشح ليكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. مسلسل برستيج. المسلسل ده بيتكون من 8 حلقات وتصنيفه جريمة وكوميديا، وبيقوم ببطولته مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن وسامي المغاوري ودينا ورند عوض وبسام رجب. قصة الفيلم بتدور حوالين عاصفة قوية بتضرب القاهرة وبتجبر 14 شخص من خلفيات اجتماعية مختلفة إن هم يلجأوا لقهوة في وسط البلد، ولكن بعد ما الكهرباء بتقطع فجأة بيكتشفوا جريمة قتل غامضة، وكل واحد فيهم بيكون محل اشتباه ومحقق في نفس الوقت. الأحداث بتتطور في إطار من الكوميديا السوداء والتشويق. مسلسل إقامة جبرية. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات وتصنيفه هو دراما نفسية وتشويق، ومن بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وصابرين ومحمود البزاوي وسراء جبيل وحازم إيهاب وعايدة رياض. المسلسل قصته بتدور حوالين سلمى، ودي صيدلانية بتعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة جوزها في ظروف غامضة، وبتروح لطبيبة نفسية واللي بتكون أم موسى، وده بطل سباحة عالمي. وبين موسى وسلمى بتنشأ علاقة حب، ولكن ماضي سلمى المظلم بيهدد علاقتهم، ومن هنا بتتصاعد الأحداث في جو مليان غموض وتوتر. مسلسل فقرة الساحر. المسلسل ده بيتكون من 8 حلقات وتصنيفه مغامرات وكوميديا، وبيقوم ببطولته أسماء جلال وطه الدسوقي وعلي قاسم وبسمة ووليد فواز. القصة بتدور حوالين 3 أصدقاء من الطفولة، وكل واحد فيهم عنده مهاراته الخاصة وبيستخدموها في تنفيذ عمليات احتيال ذكية على الأغنياء من غير ما يضروا حد، ولكن مع الوقت بيلاقوا نفسهم في مواقف صعبة، وبيكتشفوا إن اللعبة دي مش دايما تحت سيطرتهم، وبيواجهوا تحديات بتختبر صداقتهم ومبادئهم. مسلسل ساعته وتاريخه. المسلسل ده حلقاته غير متصلة في السرد وبتشبه الأفلام القصيرة، بيتكون من 26 حلقة وتصنيفه هو جريمة وتشويق. المسلسل من بطولة أحمد أمين وأروى جودة ومحمد شاهين وميان السيد وهبة مجدي وأحمد داش وخالد أنور وحنان سليمان وسليمان عيد، وكمان مجموعة من الوجوه الجديدة اللي اتعرفنا عليهم في المسلسل. القصة بتدور حوالين قضايا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، كل حلقة بتعرض جريمة مختلفة زي القتل والعنف الأسري والابتزاز الإلكتروني. المسلسل بيكشف دوافع المجرمين وظروفهم النفسية والاجتماعية اللي ورا كل جريمة، وبيقدمها في إطار درامي مشوق. مسلسل سراب. المسلسل ده بيتكون من 10 حلقات وتصنيفه هو دراما وتشويق وغموض، وبيشارك في المسلسل خالد النبوي ويسرى اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي. المسلسل قصته بتدور حوالين طارق واللي بيشتغل في البورصة وبيعيش حياة مستقرة مع مراته ملك وابنه زين، ولكن فجأة بيختفي زين في ظروف غامضة، وده بيقلب حياة العيلة بشكل كامل، وبتبدأ سلسلة من الأسرار إنها تظهر. مسلسل النص. المسلسل ده تصنيفه دراما تاريخية وكوميديا ومكون من 15 حلقة ومن بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وحمزة العيلي وصدقي صخر. المسلسل قصته بتدور حوالين عبد العزيز النص، وده نشال شاطر في الثلاثينيات من القرن اللي فات، بيقرر إن هو يسيب حياة السرقة ويدور على رزق بالحلال، ولكن الدنيا بتاخده في طريق تاني، وبيتورط في صراعات سياسية ضد الاحتلال الإنجليزي، وبيجمع عصابة من 4 أفراد علشان يواجهوا الاحتلال، وبيتحول لبطل شعبي في عيون الناس وكلهم بيتكلموا عنه. مسلسل منتهي الصلاحية. المسلسل ده تصنيفه دراما اجتماعية وتشويق وبيتكون من 15 حلقة، بيشارك في المسلسل محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي. المسلسل قصته بتدور حوالين صالح، وده موظف في البنك حياته كانت مستقرة لحد ما اتلفقت له تهمة مالية وبسببها بيدخل السجن، وبعد خروجه بيلاقي نفسه خسر شغله ومراته، وعلاقته ببنته بقت متوترة، فبيحاول يبدأ من جديد، ولكن بيدخل في عالم المراهنات الإلكتروني واللي بيوقعه في مخاطر كبيرة، وبيكشف له عن الجانب المظلم في المجتمع.
مسلسل ولاد الشمس. المسلسل ده مكون من 15 حلقة، وتصنيفه هو دراما اجتماعية وأكشن، وبيشارك في المسلسل أحمد مالك وطه الدسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف وجاله هشام ومريم الجندي ومعتز مصطفى. المسلسل بتدور قصته حوالين ولع مفتاح، ودول شابين اتربوا في دار أيتام تحت إدارة ماجد، واللي كان بيستغلهم في السرقة والنصب. ولكن بعد ما كبروا قرروا إن هم يتمردوا عليه ويحاولوا إن هم يحموا باقي الأطفال من ظلم ماجد. مسلسل لام شمسية. المسلسل ده بيتكون من 15 حلقة، وتصنيفه هو دراما اجتماعية وتشويق، وبيشارك في المسلسل أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرى اللوزي وسراء جبيل وصفاء الطوغي وياسمين العبد وأسيل عمران. المسلسل قصته بتدور حوالين نيلي، ودي مدرسة في مدرسة دولية بتعيش حياة مستقرة مع جوزها طارق وولادها، لحد لما بتكتشف إن هو متجوز عليها وهي ما تعرفش، وإن صاحبه وسام عارف وساكت. بس الأحداث بتتطور لما بتحس إن وسام ممكن يكون بيتصرف بشكل غير لائق مع يوسف ابنها، وهنا بتتقلب الأحداث. مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني. المسلسل ده بيتكون من 15 حلقة، وتصنيفه هو كوميدي واجتماعي. المسلسل من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد علي ومحمود عبد العظيم وحازم إيهاب وانتصار. بنتابع من خلال المسلسل قصة حمدي وياسمين، واللي بعد ما بقوا أب وأم لأربع أطفال حياتهم بتتعقد أكتر. بالإضافة لده حمدي بيبدأ يواجه مشاكل كبيرة في شغله، وياسمين بتقرر إن هي ترجع تشتغل تاني، وده بيخليهم يدوروا على مربية تساعدهم في شغل البيت. بس كل واحدة بيجيبوها بتجيب معاها مصيبة جديدة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا وتقولوا لنا إيه أكتر مسلسل عجبكم في القايمة. وسلام.